أكدت شركة سوديفام التزامها التام بالقوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها مع حرصها على الوفاء بتعهداتها تجاه زبائنها. وفي بيان للشركة جيلي الجزائر أشارت إلى أن تأخر تسليم السيارات مرتبط بإجراءات إدارية ضرورية لاستكمال عملية الاستيراد، فهي خارجة تماما عن إرادتهم، ويتم العمل بالتنسيق مع الجهات المخولة لتسويتها بأسرع وقت ممكن. كما أشارت إلى أن هنالك بعض المعلومات المغلوطة المتداولة خلال الساعات الأخيرة قد تتسبب في لبس غير مبرر، مؤكدة على العمل بشفافية والتواصل بشكل مستمر مع عملائها لإبقائهم على اطلاع دائم بكافة المستجدات. أما فيما يخص طلبات استرجاع الأموال، فقد أكدت الشركة أنها تقوم بمعالجة الطلبات وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22383 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1444 الموافق 17 نوفمبر 2022 بشكل يومي للزبائن الراغبين في ذلك، مع تعويض بنسبة 10% وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط، لا سيما المادة 19 و30.